asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk julliti mbokk taalibe tey nag dikkaat nañ fii ci studio Nourou Darayni campement Ngexoox ànd ak studio Xaadimatul Munajat ci teewaay ak saytu Serigne Alassane Diouf di dalal Serigne Mame Thierno Yaly mu fas yéenoo barkeelu ci xasida borom Tuubaa yi ñuy ñaan képp koo xam ne déglu nga njàng mi yal na la saa borom jéggal say bakkaar te bañ la koo toppati ba faaw bismillahi rahmaani rahim أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله هذه القصيدة المسماة بفتح الفتاح في مدح المفتاح مرتبة على حروف أبجد إلخ بجعل كل حرف 7 أبيات حرف الألف إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار ذي الصواب أحمد من على الورى اصطفاه بخلق به اعتلى سواه أمدحه بالنصر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاك ليث فتوى من اعتدى أزكى صلاته عليه وعلى جملة آله وصحبه الملا حرف الباء بالله أؤمن ووجهه أسلم له وبالإحسان ذين أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة الخلد به غدا أحوز بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس بان لجملة الملائك الكرام كون رسول الله للخلق إمام بان بقوله بل هداه يوم ألست فهدى سواه باها به الأجداد والآباء به اعتلى العرباء والعجماء به بني الأرضون والسماء وخلق الرجال والنساء حرف الجيم جاد له القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أطاعه الجنان ومن عصاه فله النيران جذبنا لله بالتوحيد وبالعبادة مع التمجيد جاهد نفسه وجاهد العدا حتى أقام الدين واعتلى الهدى جهاده صدر من إعلاء كلمة الإله ذي الآلاء جمع شمله بكونه بشير بإذن ربه وكونه نذير جعلني الله خديم حضرته وجاد لي جل بحفظ حرمته حرف الدال دعا إلى الله على بصيرة بشرعة نقية منيرة دعاؤه قد كان في آداب حسنة للجبر والعتاب دار الورى بالحق في الأقوال لوجه ربه وفي الأفعال دامت له بشاشة والقلب حماه عن قصد سواه الرب داوى قلوب الأتقياء بالأدب وباء عنه الأشقياء بالعطب دام كتابه شفاء الأتقياء
طرا كما دام شقاء الأشقياء دعوت ربي ودعائي يجيب كوني عبد الله خادم الحبيب حرف الها هدى الذين آمنوا وعملوا بما به جاء الكريم الأمثل هدى الذي آمن ثم اتبعا ما المجتبى قد صنه وشرعا هو الرئيس في السماء والأرض ينقض فيها ما اشتهى ويمضي هداه حسن مانع من ولجا فيه بإذن الله فاز ونجا هباته وافرة لا تنتهي لأن ملك ربه لا ينتهي هباته منها هبات الأنبياء والمرسلين وهبات الأولياء هب لي يا ربي بجاهه العظيم كوني له هنا وفي غد خديم حرف الواو وجهت وجهي اليوم للإله وقائدي له ابن عبد الله وثقت بالله وبالرسول وكوني العبد انتهاء أصولي وجهت وجهي للإله بامتداح خير الورى وأرتجي به الصلاح وضوح كون المجتبى شيخ الورى أظهر من شمس ضحى صحوا ترى وعامن العلوم والمعارف ما كل كل عالم وعارف وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين وجهت وجهي وأشكر لك بالمصطفى جدلي بكوني عبدك حرف الزاي المعجمة زمام كل الأنبياء والأولياء بيد أحمد رئيس الأصفياء زينته بها تزين الورى وعزهم من عزه تقررا زينة ظاهري وباطني معا كوني خادما له متبعا زهدت في هجو الورى منصرفا قلبا وقالبا لمدح المصطفى زان الذي قد صنه ما شانا ما صنه إبليس منذ بانا زان الذي قد شانه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة فساد زين به دنياي مع أخرايا ولتكفني بجاهه الرزايا حرف الحاء المهملة حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني حزنا بكون المصطفى خير الرسل طريقة ناسخة كل السبل حظي بالإرسال والعبادة ففاز بالحسنى وبالزيادة حاز من الوهاب ما لم يرم لسبقه بأدب وكرم حباه ذو الجلال والإكرام بما يفوق العقل من إكرام حبى الذين اتبعوه بالفلاح وباء من لم يتبعه بالطلاح حل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائق بجاهه العظيم حرف الطاء المهملة طاب فؤادي وقررت عينا لما على المدح رزقت عونا طيب نفسي وأقر عيني كون رئيس الرؤساء عيني طيب نفسي كون ذي العرش البديع لي بجعل المصطفى لي شفيع
طال مقامه مقامات الرجال وغاب عن غير الخبير ذي الجلال طهره القدوس من عيوب بشق صدره وطرد الحوب طهره في ظاهر وباطن من كل عيب بارز وكامن طلبت أن أنجو من نفاق به وكوني حسن الأخلاق حرف الياء المثنات التحتية يفنى الذي من عمري قد بقيا في الشكر والخدمة إن شاء ربيا يفنى الذي من عمري قد بقيا في الشكر والخدمة إن شاء ربيا يعوقني ذنبي عن الزيارة وأرتجي بمدحه البشارة يا ليتني مرغت تحت قدمه خدي أو لحظني بكرمه يعوقني ذنبي حتى لم أره ولم أرى المدينة المنورة يعوقني ذنبي حتى لم أره ولم أرى المدينة المنورة يطيب الفؤاد زور البيت مع المدينة قبيل الفوت يمين ربي مزار المجتبى أفضل من ملء البلاد ذهبا يا رب زور البيت والمدينة زيارة عن الريا مصونة حرف الكاف كسب يميني أبدا إحياء ما قد صنه صلى عليه اللهم كفاني المدح وذبي عنه نافلة وقد رضيت عنه كتابه الذي عليه أنزلا هو دليلي على من أنزلا كلامه لا أبتغي به بدل لأنه على كتابه أدل كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز كون بكن كوني معصوما أبد من ضرر الدارين بالماح السند حرف اللام للمصطفى الكريم في كل سنة علي أمداح ترى مستحسنة له علي دين مدح وصلاة وبهما أرجو رضا معطي النجاة له علي المدح كل عام من يومنا هذا إلى حمامي لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها عذابيا له من الإكرام والإحسان ما أرتجي به صلاح شاني لعله يلحظني ويذكر ويجبر الكسر ونحوي ينظر ليجد بما يفوق ظني وظنون من أحسن بيظنون بالأمين حرف الميم محمد صلى عليه الله مسلما بكل من والاه مديحه زادي إلى الجنان وجنتي عن جملة النيران من انتمى إلى جناب أحمد خير الورى نجا وفاز بالندى مرض قلب لا يميل للنبي صاحبه لرغب أو رهب من احتوى التقديم من مولاه فالحق أن يتبعه سواه من جد في رؤية من ساواه تعب مخجلا ولا يراه من السلام أطلب السلامة بالقائد المنجي والاستقامة حرف النون نبث جملة اللغى واللعب
إلى امتداح المصطفى المنتخب نبهني القرآن في كون النجاة في أخذ ما أتى به خير الهداة نحى إلى أن كان عبدا ورسول من بعد ما خيره الله الجليل نزه قلب المصطفى عن كل ما يحول بينه وبين ذي السماء نطق لسانه الهدى دون الهوى إذ لم يضل قلبه وما غوى نفد في رضا الإله سعيه وقوله وحوله ورأيه نقف آدي به من التفات إلى سواك وبه زدني هبات حرف الصاد المهملة صرفت للماحي المداد والقلم وأرتجي به رضا الكاف النقم صرفت قالبي وقلبي إلى ربي بمدحي الذي قد فضلا صفات أحمد بن عبد الله عليه خير صلوات الله صفات مولود ونى الآباء عن مثله وونت النساء صفي باطن له وما ظهر فعبد المولى كما به أمر صراطه هو الصراط المستقيم صراط من لهم لدى الله النعيم صمد جدلي بجاه المصطفى حشري خلفه بدال الخلفاء حرف العين المهملة عندي أن المصطفى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في الحال عنه عاش مطيعا ومطاعا ومضى وعندنا كأنه ما قد مضى عبد ذا الجلال بالإيمان حقا وبالإسلام والإحسان عبادة للحب والتعظيم ولم تكن لطلب النعيم عون لكل من به قد استعان وكل من به استجار لا يهان عم جميع الخلق باحترام لوجه ذي الجلال والإكرام عن يعف ذا الجلال والإكرام بالمصطفى وابعث له نظامي حرف الفاء فقنا بفوق المصطفى المكرم المرسلين من مضوا من أمم فاز جميع المرسلين الأصفياء بجاهه والأنبياء والأولياء فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمة فاز الذي لذي التصدر أضيف به ولو كان حقيرا وضعيف فكلب أهل الكهف شاهد لذا حين غدا عن غيرهم منتبذا فذكره بذكرهم قد قرنا فحوزنا السبق به تبينا فلتفن عمري في رضاك يا جليل وفي رضا الماحي وكل وكيل حرف الضاد المعجمة داع ثناء لم يكن مدح النبي إذ لم يكن لغيره من منقب ظن بلبه الذي قد أفلقا ولم يدم مدح النبي المنتقى ضل عن النجاة والفلاح من لم يلد بالمصطفى المفتاح ضم التأدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة ضم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد القادة ضمت فضائل ذوي الفضائل لفضله ففاق كل فاضل ضم جوارحي لصالحات به وقلبي نق من آفات حرف القاف
قرت له مرتبة ليست ترى لغيره ممن مضى ومن يرى قدمه المولى على البرايا فقادهم بالحق للمزايا قربه حبيبه تقريبا لم يوله قط له لبيبا قربه المولى إلى أن انتهى للسدرة التي إليها المنتهى قوته لم تك قوة البشر بذا أطاق حمل ما أعيا الفكر قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للمصطفى محمد قلب جوارحي وقلب قلبي بجاهي إليك دأبا ربي حرف الراء رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد رسولا أربا رضا الإله في امتداح المصطفى لأنه مدحه بعد اصطفاء رأى رسول الله من خوارق ما غاب عن سواه من خلائق رأى عجيبا لو جلا لجبل لصار دكا وهباء ينجلي رأى عجيبا لو رآه بشر أو ملك لصار ميتا يقبر رقى وخلف الأمين بعده لمن غدا رسوله وعبده ربي بجاهه العظيم هب ليا دنيا وأخرى ما يديم بشريا حرف السين المهملة سفيه من يقيسه بأحد من جملة السادات طول الأبد سها مشبه ابن عبد الله ببشر أو ملك والله سما إلى ما لم يكن لبشر وملك له سبيل قد دري سموه منه سمو الأنبياء والمرسلين وسمو الأولياء سمع في إسرائه المعظم القلب والأذن صريف القلم سوق المدائح إلى الكريم محمد زادي إلى النعيم سقني إلى الإيمان والإسلام به وللإحسان ذي الإتمام حرف التاء ترتيب ما للبر من مناقب وعد ما له من العجائب تعب فيه الفصحاء البلغاء والكل منهم كله ما بلغا تبعه في ليلة الإسراء المرسلون مع الأنبياء تبا لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا تاتي إليه الشفعاء ليشفعا فيهم غدا إذ الوطيس أضعا تزيين مدحه إلى حمامي ترسي عن الأهوال في القيام تبت إليك لانا فاغفر ذنبي به وفي الدارين كل ربي حرف الثاء المثلثة ثبت باتفاق أهل الحق كون أبي القاسم خير الخلق ثبت باتفاق كل العقلاء كون محمد رئيس الفضلاء ثبت أنه يقول أمتي وغيره نفسي لأجل الغمة ثبوته فيما لذي الجلال عما لنفسه على توالي ثبته في ذلك المقام إذ كله فني في السلام ثبته عن رؤية الأنام رؤية ذي الجلال والإكرام ثبتني الله على محبته بجاهه مع دوام خدمته حرف الخاء المعجمة خير ذخيرة لذي تعبد
مدح النبي المصطفى محمد خير صلاة ربه عليه وآله ومن نمي إليه خدي جعلته تراب نعله يا ليته لحظني بفضله خبأت إنشائي له در جزاء وأرتجي منه غدا خير جزاء خبأت كون الله ربي والنبي محمد وسيلتي ومطلبي خرجت من جملة محدث خبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث خيب عدايا وجميع حسدي عني بجاه المصطفى محمد حرف الذال المعجمة ذكر الإله مع ذكر المصطفى بالمدح والصلاة حسبي وكفى ذكر النبي المصطفى بالمدح أو بالصلاة قسمتي وربحي ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خير منن ذلك لم أجده بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العليم ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعمة ذك به عقلي وزد فهمي به واجعل نظامي فوز من عني به حرف الضاء المعجمة ظهر فوق الشمس كون طه في الخلق والخلق لا يباهى ظهوره يوم الخفا والغمم يفوق نار الليل فوق العلم ظل لوائه مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون ظمأ من طرد عن حوض الكريم عطس صديان شرابه حميم ظهري لله التجاوب بالرسول أكون ذا توسل نعم الوصول ظهر لي أن نجاتي غدا يظهرها ربي بجاه أحمدا ظلمت نفسي ربي بالذنوب ليغفر به وارفع به عيوبي حرف الغين المعجمة غيبت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيبت أنظامي عن التغزل بدمن لمدح خير مرسل غلبني نفسي منذ أزمني فضاع جل عمري في ددني غوثي من الغرور والملاهي ومنقذي خير عباد الله غبت عن الملوك للمملك وعن ذوي الإيداع للمملك غبت إلى الله بسنة النبي منتبذا عن اللغى واللعب غيب عزيمة فهب لي يا قريب دوام توبة نصوح بالحبيب حرف الشين المعجمة شفاعة المختار في الدارين ربحي وجنتي عن النارين شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي شفاء ما بي من الأغيار محمد صلى عليه الباري شفاء قالبي وقلبي من نكال محمد صلى عليه ذو الجلال شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام شكور كن شاكر دائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكور كن شاكر دائه النظام
وليهب بالمجتبى حسن الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين